السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ النهاردة بإذن الله هندخل في يونت 12، وأخيرا آخر وحدة في المنهج. اتأخرت عليكم، معلش، ظروف بقى، مشاغل، فربنا يقوينا. لكن فكرة اللايكات والحاجات دي بتفرق معايا جامد. أي نعم، لسه مش وصلت لمرحلة اللي أنا أبقى مليونير وآخد منها فلوس، ولكن بتفرق معايا كتير، تخليني كده، تحسسني اللي في ناس مهتمة بالكونتنت عامة. فبدون مقدمات كتير، يلا بينا نبدأ. يونت 12 يا شباب، زي ما حضراتكم عارفين بنتكلم فيها عن حاجة مهمة جدا. النهاردة هنتكلم عن حاجة اسمها الأسماء أو الناونز. ايه الناونز دي يا مستر؟ فكرة الأسماء بشكل عام هي فكرة مهمة علشان بتخليني أعرف إزاي أستخدمها في جمل مختلفة. طب يعني إيه اسم يا مستر؟ اسم ده دكتور، يعني لما أنا أحطه قبل أي تبقى جملة عبيطة. يعني إيه؟ يعني مثلا عندي كلمة تيبل. حلو، جميل. تيبل يعني إيه؟ ترابيزة. تعال نحط قبلها أي. أنا ترجم كده، أنا ترابيزة. الجملة مفهومة؟ لا يا مستر، ده جملة متخلفة جدا. يبقى امسح يا بطل. يبقى كلمة تيبل دي اسم طالما الترجمة باظت. طب تاني، أبل. يعني ايه أبل؟ أبل يعني تفاحة، حط قبلها اي. أنا، ايه ده؟ أنا تفاحة؟ الجملة دي عبيطة جدا. فساعتها يبقى أعرف إن ده اسم. يبقى الاسم لما أحط قبليه اي يبقى الكلام مش مفهوم. طب يلا يا مستر، هتعمل معايا إيه النهاردة؟ لا، ده احنا هنعمل وهنعمل. خد عندك بقى يا بطل. مبدئيا كده هنتكلم النهاردة عن لو أنا عندي اسم مفرد يعد. يعني ايه اسم مفرد يعد؟ حاجة مفرد ولكن اقدر اعدها. زي مثلا ابل. الابل دي مفرد ولا جمع؟ لا يا مستر مفرد. طب اقدر اعدها؟ اكيد. تفاحة عدتها اهي. طب كمان كلمة، لما نيجي نقول مثلا بنانا. يعني what's meaning of banana؟ يعني ايه بنانا اصلا؟ موزة يا مستر. مفرد؟ اه مفرد. اقدر اعدها؟ اه طبعا اقدر اعدها. طب تشير، كرسي. مفرد؟ اه مفرد. اقدر اعده؟ اكيد اقدر اعده. طب يلا كمان حاجة، لما نيجي نقول كار، عربية. مفرد؟ اه مفرد، مش اخرها اس ولا لوحدها اهي. طب اقدر اعدها؟ اه، عربية، اتنين تلاتة. فلو انا عندي لقيت مفرد، اسم مفرد، يبقى هنزل من عندي جدعنة كده حاجة قبلها اسمها او ان. هنزل قبلها مين؟ او ان. الاتنين مش ليهم معنى علشان بنسميهم ادوات نكرة. مش ليهم معنى خالص. على عكس كلمة ذا ممكن يبقى معناها الف ولام معرفة. اما الا وان اداة نكرة. طب يا مستر بتيجي قبل ايه؟ بتيجي قبل حرف ساكن. طب ان بتيجي قبل حرف متحرك. يعني ايه يا مستر الحرف المتحرك؟ انا عندي 5 حروف متحركة لو انتوا فاكرينهم. الايو، اي 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 او يو، دول بنسميهم ال5 المتحركين. لو لقيت اي كلمة بادئة بواحدة من دول على طول اعرف ان ده حرف متحرك، فطبيعي ابدأ بكلمة ان. لا يا مستر، اديني بقى مثال عشان افهم اكتر. حاضر يا بطل. لما اجي اقول لحضرتك انا ايت اكل نقط ابل. يلا يا بطل، مين اللي بعد النقط؟ ابل. مفرد ولا جمع؟ مفرد. اقدر اعدها؟ اكيد اقدر اعدها. طب امسك اول حرف فيها، مين هو؟ الايه. يا ايه انت من الحروف المتحركة؟ ايوه يا فندم، انا من الحروف المتحركة. يبقى انت كده حرف متحرك، يبقى لازم اخد قبليك ان. طب جملة كمان. شي مثلا eats banana. هي بتاكل موزة. طيب بص على اللي بعد النقط. بنانا. يا بنانا انت مفرد ولا جمع؟ لا انا مفرد. طب اولك حرف مين؟ البي.
ساكن، ايوه ساكن. يبقى حط قبليها حرف ايه. طب انت عرفت منين اللي هو ساكن؟ امسك البي شوفوا هو من 5 المتحركين ولا لا. لا يا مستر مش ولا الاي ولا الاي ولا الاو ولا الاي ولا اليو ولا اي حاجه من دول. وطالما مش متحرك يبقى ساكن. طالما مش ناديه يبقى سوسو. طب مش سوسو يبقى ناديه معروفه. طيب بنانا مفرد واقدر اعدها واولها ساكن يبقى اخد قبلها سهله سهله ان شاء الله. طيب مثال كده ايه صعب سيكا. اديني يا مستر لما اجي اقول لك مثلا زي هم. مثلا eat some watermelons. هما بياكلوا بعض البطيخ. عايز ادخل في الجملة دي كلمة آه انت جيت على الغالي كده يا مستر. يلا معلش قدر الله ما شاء فعل. ايه هنحلها ازاي دي بقى؟ عايزين نشوف لها حل. طيب يلا يا مستر. اولا ايه حضرتك بتيجي يا مستر قبل الاسم المفرد اللي اقدر اعده. جميل يا مستر جميل. وكلمة ووتر ميلونز اللي حضرتك حاططها لي دي جمع. وانا ما ينفعش احط في الجمع. فاول حاجة يا مستر هنخلي ووتر ميلونز دي مفرد عشان اقدر اعدها. يبقى ووتر ميلون. حلو الكلام جميل. وطالما يا مستر بقت مفرد واقدر اعدها واولها حرف ساكن احط قبلها طب اعمل ايه في صام؟ شيلها بقى يا مستر. هو انت هتشيل يعني هتشيل همها وهتشيلش هم غيرها؟ وكمل الجملة اولها زي ما هي. يبقى زي eat a watermelon. حب اقول لك الجملة خلصت. الله دي حلوة قوي يا مستر. طب ما تديني واحدة كمان. يا سلام انت جيت في جمل. تعالى يا عم اديك الجمل كله. لما اجي اقول لحضرتك اي وليكن مثلا have لدي some cars لدي بعض العربيات. طبعا الكلام ده في الشلاحات في الحلم طبعا. فعايزين ندخل هنا برضو. لا يا مستر خلاص خلاص ده ملعبي. اركن انت كده على جنب. هقول لك حاضر يا عم. قال لي بتيجي مع المفرد اللي اقدر اعده وكارز دي جمع. شيل الاس يا مستر. شلتها يا عم اهو. حطها قبل كار بقى علشان تبقى مفرد. عين يا بطل. طب اعمل ايه في سام يا مستر؟ ارميها بقى. حاضر يا عم. واكتب الجملة زي ما هي. I have a car. ارزع الفول ستوب. احب اقول لك يا مستر اللي انا جامد. لا بجد يا مستر انت ما تعرفنيش. طيب عسل. في ادنى مشكلة؟ لا ما فيهاش. طب يلا كده خلاص عرفنا ان لو لقيت اسم مفرد واقدر اعده اخد او ان. حرف ساكن ان حرف متحرك. الحرف المتحرك هو الاي والاي والاي والاو واليو. اي حاجة مختلفة عنهم يبقى حرف ساكن. طيب كفيت ووفيت والله يا مستر. جزاك الله عنا كل خير. طيب خش لي بقى يا مستر. انا راجل فقيق. يعني ايه يا ابني؟ يعني انا راجل ناصح. طب يا مستر فرضا يعني لو لقيت اسم جمع او لقيت اسم لا يعد. زنقتك اهو. هتعمل ايه؟ هقول لك معلش ولا كان يا ولدي. لو لقيت اسم جمع مثلا زي كلمة ابلز دي المرة دي كده جمع. اقدر اعدها بس جمع كتير. طيب كلمة رايز رز اقدر اعدها؟ لا يا مستر ده لا يعد. واحد فقيق يجي يقول لي يا مستر انا بعرف اعدها. هقول لك انت راجل دماغك فاضية بقى. انت راجل شوف لك حاجة بيلعب لك كاراتيه ولا حاجة تسلي بيها وقتك. اما للرز لا يعد. هتقولي لا بعدها. اقول له خلاص اطلع على العلاف قول له انا عايز رزتين. شوف هيعمل فيك ايه. كلنا هنبقى مستنيين نعرف رد الفعل. المهم نفس الكلام طبعا مع الباستا المكرونة. نفس الفكرة برضو ما اقدرش اعدها. ولو اقدر اعدها يبقى اكيد كنت هشتري بالواحدة صح ولا ايه؟ طيب ماشي. طيب ايه تاني يا مستر ما اقدرش اعده؟ الووتر مثلا المية. يا مستر انا بعرف اعد المية تمام. طب انت برنس افتح حنفية المية ولو راجل عدها. لو راجل انت بقى عيش بقى. طبعا انت بتعرف تعد ازايز المية. انت كده ساعتها بتعد الازازة مش المية نفسها.
انت بتعرف تعد ايه كوبايات الميه؟ بتعرف تعد اطباق الميه، ده لو انت في حاله قطه بقى بتشرب من الطبق. اما للميه نفسها ما اقدرش اعدها، زي الشوكولاته بالظبط. لا الشوكولاته بعرف اعدها، والله دي ب 20 جنيه ب 50 جنيه. انت بتعرف انت بتشتري باكو الشوكولاته، علبه الشوكولاته. اما للشوكولاته نفسها ما بتتعدش اساسا، عشان لا الشوكولاته اساسا سايحه. المفروض قبل ما تبقى صلبه كانت بتبقى سايحه، هتعرف تعدها؟ لا يمكن. انت بتعرف تعد القوالب بتاعتها بس. طيب لو لقيت اسم جامع بقى يا مستر او لا يعد، اعمل ايه؟ امسك فيك؟ لا يا عم، انت راجل متربي مش هتعمل الحركه دي، انا اللي همسك فيك. ساعتها هاخد حاجه من حاجتين، هتاخد حاجه اسمها صم، اللي معناها بالعربي كده بعض، بعض كده. او ممكن تاخد حاجه اسمها اني، واني معناها اي. تاني يبقى يا مستر لو لقيت اسم جمع، لو لقيت اسم ايه جمع، اخد ايه؟ صم او اني. اخد ايه؟ صم او اني. صم يعني بعض، اني معناها اي. طيب اجود انا يا مستر يعني اختار اللي نفسي فيه؟ انت اللي قلت لي اهو، ما تجيش بقى تيجي تقول لي حسن اللي قال لي ولا سيد اللي قال لي. لا يا فقيق، صم بتيجي مع حاجه اسمها الجمله المثبته. يعني ايه جمله مثبته؟ جملة مثبتة يا دكتورة يعني جملة ما فيهاش ولا نوت ولا علامة استفهام. جملة بيزك، جملة صغيرة عادية خالص مفهومة، ولا فيها نوت ولا علامة استفهام. لا اديني مثال. عيني حاضر. لما اجي اقول لحضرتك I have some cars، انا لدي بعض السيارات. هي الجملة دي يا دكتورة فيها نوت؟ ما حصلش. ما هي نوت يعني منفية، ما حصلش. طب فيها كويتشن مارك علامة استفهام؟ ما حصلش. يبقى دي جملة مثبتة. طب صم خدتها طبعا علشان دي جملة مثبتة، وعلشان اللي جه بعدها اسم جمع. ممكن نقول برضو حل تاني، حاجة برضو تانية عشان تعرف اللي بتيجي مع لا يعد. فاجي اقول لك I have، انا لدي some rice، بعد الرز. برضو دي جملة مثبتة واللي جه بعديها اسم لا يعد. كده اظن اللي احنا ايه عدينا ايه العيب. طيب صم تيجي تقول لك انا جمله مثبته، تيجي اني تترخم علينا ليه يا اني؟ تيجي تقول لك لا انا باجي في الجمله، الجمله اللي هي مجنونه المنفيه. ايه ده؟ انا عرفتك اللي فيكي نوت، اللي فيا نوت. يبقى تاني صم بتيجي مع الجمله المثبته، اني ترخم علينا وتقول لنا لا انا باجي مع الجمله المنفيه يعني اللي فيها نوت. طب اديني مثال. اديك مثالين مش مثال واحد. هنفي لك الجملة الأولانية دي، يعني لو هنا بيقول لي حط لي كلمة اني أعمل إيه؟ هقول له أي، طبعا هاف دي مضارع يبقى هقول دونت، عشان أي بتحب مبحبش الإس. I don't have any cars. طب تعالى ننفي الجملة اللي تحتها، يلا بينا. نفس الفكرة، جملة مضارع يبقى I don't have any rice. ايه ده؟ يعني كده صم جملة مثبتة، اني جملة منفية. خلي بالك اللي صم واني الاتنين ممكن يجي مع الاسم الجمع او الاسم الذي لا يعد. طيب نشوف اخرتها يا مستر، انا دلوقتي مركز معاك للاخر. صم بتيجي مع حاجة تانية. اخر حاجة بقى بتيجي مع ايه تانية يا صم بقى؟ احنا زهقنا منك. بتيجي مع حاجة اسمها عرض او طلب. عرض او ايه يا مستر؟ طلب. يعني بعرض على معاليك حاجة او اطلب منك حاجة. يعني لما اجي اقول لك ايه، تحب اجيب لك شوية شاي؟ كده انا بعرض عليك. بابا ممكن اللي انا اخرج، او ممكن اللي انا اخد، هل يمكنني اني اخد مثلا بعض التفاح؟ ساعتها طبعا بابا هينفخك ويديك 100 قلم على وشك، عشان يقول لك انت عارف كيلو التفاح دلوقتي وصل كام. فالحمد لله فضل من نعمة، ساعتها ده يبقى ايه؟ طلب بقى مش عرض. طيب اديني يا مستر النهاية، معلش بس انا راجل المخ يعني ايه على قدي شوية. بص يا بطل، لو انت لقيت كلمة ود في الاول، معلش يا كنزة شوية، المفروض اولها حرف كابيتال يعني. او لقيت دو، حلو، لقيت ود او دو، ركز في الاتنين دول بالذات. ممكن تلاقي كمان كان، يعني لو انا ايه، لو انت مش عايز ترخم يعني. يبقى لو لقيت ود او دو او كان، اعرف ان ده عرض او طلب بجد والله. خلصت يا عم. طب اديني مثال. اديك مثالين مش مثال واحد. طيب يا عم اديني يا مستر. لما اجي اقول لحضرتك would you
like some. مثلا oil. هل انت تحب بعض الزيت او تحب اجيب لك شوية زيت؟ مش عارف ليه هقلي بيهم ولا اعمل ايه. فهنا انا لقيت كلمة would في الاول، فخلاص عرفت ان انا هاخد some. طيب تيجي ترد عليا اني تقول لي يا بشوية انا باجي مع السؤال. باجي مع مين؟ باجي مع السؤال، يعني باجي اخري علامة استفهام. زي ايه بقى كده يا بطل؟ اديني مثال يا مستر. يعني يا بيه، لما اجي اقول لحضرتك what do you need any oil؟ ليه انت تحتاج زيت؟ مستر انت راجل بتضحك عليا ليه؟ لا يا مستر انت مش جاي معايا سكة ودغري يا ابني. ليه يا مستر؟ هو انت مش قلتلي ان السؤال ده اخره علامة استفهام؟ حصل. يعني لما الاقي سؤال بعلامة استفهام اخد اني يا عم؟ والله حصل. يعني طب ازاي بقى الجملة بتاعت اللي هي would you like some oil اخرها علامة استفهام واخد لي some؟ انت كده راجل مش كفء، انت كده راجل بتلعب في اي حاجة بقى. هاجي اقول لك ارجع لك تاني. الجملة بتاعت what do you need بدأت بwould او do او كان؟ لا يا مستر، لا انا اسف. طب تعالى هأكد عليك المعلومة اكتر. هو ده عرض او طلب اصلا؟ بقول لك هو انت ليه محتاج زيت؟ هو انا كده عرضت عليك حاجة اصلا؟ عرضت اللي انا اجيب لك حاجة؟ لا انا بسألك اصلا. طب هو بطلب منك حاجة؟ لا والله ولا بطلب. يبقى ده ولا عرض ولا طلب، يبقى ساعتها خدت اني. يبقى ركز معايا انت بس يا برنس. لو لقيت وات وود او دو او كان في الاول خد صم وحط في بطنك بطيخة صيفي. غير كده ارزع اني. يبقى تاني يا شباب، تاني لو لقيت اسم جمع او اسم لا يعد اخد صم اللي معناها بعض او اني اللي معناها اي. سام جملة مثبتة يعني ولا فيها نط ولا علامة استفهام اخي. طب اني العكس بتيجي مع الجملة المنفية اللي فيها نط. كلمة سام تيجي تقول لك انا باجي مع عرض وطلب، يعني اولي وود او كان او دو. مستر حسن غششها لي كده. اما لاني بتيجي مع السؤال، يعني من الاخر كده مش بتبدأ ولا بود ولا دو ولا كان. فيها مشكلة يا زملاء؟ ما فيهاش. طب اديني كده يا مستر مثال كده الله يرضى عليك عشان نحط النقط فوق الحروف. طيب يلا بينا. لما اجي اقول لك مثلا she eats an apple. ايه ترجعتنا لتاني او انو بتاعت المفرد. عايز ادخل هنا كلمة some. طب ماشي مبدئيا كده يا مستر، استأذن حضرتك تستناني دقيقتين. كلمة صم معناها بعض، حلو الكلام يا مستر. مبدئيا كده صم بيجي بعدها يا مستر هي واني اسم جمع ولا يعد. فقابل دي هنحط لها اس يا مستر عشان تبقى جمع. الله ينور عليك. فتبقى ابلز. حلو حلو. وايه اللي جاب ان هنا بقى يا مستر؟ شيلها عشان احط قبلها صم. وكمل الجملة زي ما هي يا مستر. وكفى الله المؤمنين شر القتال وعسل قوي كده. واقفل المحل. 100 فل. طب اجي ارخم على حضرتك واقول لك دخل لي في الجملة اللي احنا لسه عاملينها كلمة اني. لا يا مستر انت كده مش جاي معايا سكة. لا يا عم جاي ما تخافش. طيب دخلها لي يلا يا مستر. يلا ندخل. اولا يا مستر كده صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. اني بتيجي مع الجملة المنفية او السؤال. فكده يا مستر لا تحول لي الجملة دي جملة منفية او سؤال. والله يا صديقي انا بالنسبة لي الجملة المنفية اسهل عشان هنفي على طول. طيب الجملة اللي عند حضرتك دي يا مستر ايتس دي مضارع ولا ماضي؟ لا والله ده مضارع. يبقى انفي بدونت ودازنت. وشي بتحب الاس يبقى خد دازنت. هما اولى ببعض. يجي بعدها فعل في المصدر اللي هو ايت. ونزل لي كلمة اني. وقابلز اوعى تغير فيها حاجة يا مستر عشان اني زي صم بيجي بعدها جمع او لا يعد. انت عيل فنان. فيها مشكلة كده يا بطل؟ الموضوع سهل جدا. طيب الحمد لله، اتمنى تكون الرسالة وصلت. نخش على اللي بعده. يلا بينا يا مستر. انا هخاف ولا ايه؟ ده انا بقيت جامد. ده احنا بينا بنحل كل حاجة. طيب يلا يا عم الجامد. آه نبدأ ونخش على اللي بعده. تعالى بقى كده ايه. ادخلك دخلة كده بسيطة جدا. عندي حاجة اسمها كثير. كام كلمة كده اسمها كثير. وعندي كام كلمة اسمها قليل. والله العظيم
تعال نشوف كده كام كلمة اللي معناها كثير دي. أول كلمة معناها كثير عندي اسمها a lot of. a lot of معناها كثير من. بيجي بعدها ايه؟ لا دي داخلة دورين في الجمعية، جمعية أم محمد داخلة دورين. أول حاجة بتيجي مع اسم جمع، والله العظيم وبتيجي مع اسم لا يعد. ايه ده يا مستر؟ ده كده بقت شبه صمويني، الله يفتح عليك. طب يلا، مين تاني معناها كثير؟ كلمة ميني. ايه ده ميني معناها كثير؟ تخيل. ميني فقيرة على قدها، بيجي بعدها اسم جمع بس. ربنا يرزقها. تلاتة، آخر حاجة اسمها ماتش. طب ماتش معناه ايه؟ كثير، ما تبقاش ذكي بقى. طب ماتش بتيجي مع ايه؟ بتيجي مع لا يعد بس. يبقى تاني عندي كلمة اسمها كثير، كام واحدة؟ تلاتة. a lot of، ميني، ماتش. a lot of داخلة دورين بالجمعية، يبقى اسم جمع أو لا يعد. ميني ماتش الاتنين برضو معناهم كثير. ميني يعد جمع، ماتش لا يعد. طب تعالى لي يا مستر على القليل. يلا يا بطل، هما اتنين بس. عندك حاجة اسمها فيو، معناها قليل، والله طب بتيجي مع ايه يا مستر؟ بتيجي مع الجمع، اسم جمع اقدر اعده. طيب تاني حاجة بتيجي مع حاجة اسمها ليتل. ليتل برضو قليل، بس المرة دي بتيجي مع لا يعد. تاني يبقى انا عندي تلات حاجات اسمهم كثير وحاجتين اسمهم قليل. التلات حاجات كثير a lot of، ميني، ماتش. a lot of الاتنين جمع او لا يعد. طب ميني ماتش، ميني جمع، الماتش لا يعد. قليل في منهم اتنين، فيو قليل، ليتل قليل. فيو جمع، ليتل لا يعد. طيب تعالى كده بقى يا مستر، اديني كده ايه جملة كده، ايه يعني صغنطوطة، عشان نبقى فاهمين الدنيا ماشية ازاي. حاضر. I have some rice. انا لدي بعض الرز. شكلنا عاملين دايت. فعايز ادخل هنا كلمة little. ايه ده يا مستر؟ ده انت جيت في ملعبي ليه يا ابني؟ اصل little معناها قليل، بتيجي مع لا يعد يا مستر. ده انت لقطة، ده انت 100 فل يا مستر. وكلمة رايز لا يعد، فانت تشيل لي بقى كلمة صم كده وحط لي little في مكانها، وكمل لي الجملة زي ما هي. اقول لك انت برنس. طب يلا شيل لي كلمة ليتل، حط لي مكانها a lot of. طب ما هي يا مستر، ليه؟ عشان a lot of بيجي بعدها جمع ولا يعد، فدي رشقة. طب شيل لي a lot of وحطي مكانها ماتش. يلا ما سهلة برضو يا مستر. هشيل سم واحط ماتش. ليه؟ عشان ماتش معناها كثير وبيجي بعدها لا يعد، فانت 100 فل. طيب تعالى كده نحل كام مثال كده من ايه، من الكتاب. معلومة زودها لك على الطاير، عشان ما كانش في مكان هناك. ما ينفعش تنفيلي، يعني ما ينفعش الاقي كلمة نوت مع كلمة فيو قليل، او كلمة ليتل قليل. يعني اوعى تنفيلي جملة فيها فيو او ليتل، ما ينفعش. ما ينفعش الاقي نوت وفيو ليتل. يلا تعالى لي بقى يا مستر كده على نمبر 1. The teacher gave us much information. المدرس ادانا معلومات كتيرة. عايز ادخل كلمة a lot of. طب ما سهلة يا مستر، ماتش كده كده بيجي بعدها لا يعد، فانت هتشيل لي ماتش وتحط لي مكانها a lot of، واكتب الجملة زي ما هي. جدع. طيب نمبر 2. There are a lot of books in the gallery. يوجد الكثير من الكتب في library، يوجد في المكتبة. طب ما سهلة يا مستر، عايز احط ميني. طب ما هي ميني معناها كثير، يجي بعدها جمع. شيل لي a lot of، حط لي مكانها ميني، وكمل الجملتين، الجملة زي ما هي. برافو عليك. طب يلا الجملة اللي بعدها نمبر 3. I bought a new shirt yesterday. أنا اشتريت قميص جديد امبارح. عايز أدخل one، يعني واحد. فهقول أنا اشتريت I bought a new one. أنا اشتريت واحد جديد امبارح، وريح دماغي. yesterday. طيب يعني كلمة one يا مستر بتساوي كلمة شيرت. بدل ما أنا أكتب كلمة شيرت بعوض عليها بكلمة one، عشان شيرت مفرد فبعوض عليها بكلمة مفرد اللي هي one، واحد. طب نكمل. She has few friends in her class. يوجد القليل من الصحاب في فصلها. يعني هي عندها صحاب قليلة في فصلها. عايز اخليها ميني كثير. طيب اعكس بقى يا باشا، شيل فيو حط مكانها ميني. طب ما الدنيا كده مشيت زي ما هي. لا انا عايز الجملة تبقى معناها فيو برضو قليل. خلاص انفي بقى وريح دماغك. فانت هتقول لي شي، الجملة دي مضارع، فانت هتقول لي doesn't عشان شي بتحب اس. بعد كده نزل هاف عشان المصدر من هاز هو هاف. many new friends. في سوري friends in her class. مستر معلش انا اسف، هو انت ليه نفيت الجملة اصلا؟ علشان الجملة يا دكتور بيقولك ان هي عندها صحاب قليلين،
فانا عايز برضو لما انزل كلمة ميني ما اقولش اللي هي عندها كتير، عايز اقول اللي هي ما عندهاش كتير، يعني قليل. ما هي كلمة مش كتير يعني إيه؟ يعني قليل. فانا برضو عايز احافظ على شكل الجملة قليل برضو، فهضطر ان انفيها. طب يا مستر هو احنا ينفع ننفي بكلمة فيو ليتل؟ لا، انت لسه قايل لي اللي كلمة نوت ما ينفعش تخش مع فيو او ليتل. تمام. طب فايف، يلا يا مستر. الوت اوف كثير وماتش كثير الاتنين زي بعض؟ شيل كلمة الوت اوف وحط مكانها ماتش. صباح الفل. طب يلا. I have little money، انا لدي قليل من الفلوس في محفظتي. طب سهلة، صم رشقة في الاتنين، جمع ولا يعد. شيل لي little حط صم وكمل بقية الجملة، وكفى الله المؤمنين ايه شر القتال. بس يا بطل، ذاكر بقى كده كويس جدا، حل بقية الأسئلة بتاعت المعاصر او اللي في كتاب الوزارة. احنا خلاص كده حليناها مع كتاب التقييمات. واحفظ كلماتك وظبط دنيتك وابدأ حل. وايه سهلة ايه، ما تهبطش. فلو في اي حاجة واقفة معاكم بلغوني على طول يا جماعة. انا بحب جدا فكرة اللي انا انشر واساعد الناس كده. فلو انت شايف ان في حد صاحبك او زميلك بتحبه وعايز يفهم اكتر، ابعت له الفيديو ده. متنساش طبعا تعمل لايك، سبسكرايب، طبعا تعمل اشتراك، وطبعا لازم تفعل زر الجرس. مش مهم يا مستر بيصدعني، لا يا حبيبي، الجرس ده مهم جدا. الجرس ده اللي بيخليك ان يجيلك اي فيديو لسه بنزله اول باول. طب انت اصلا يا مستر ما بتنزلش، يا عم ابقى اعمل لايك ولا اكتب اي بتنجان خلينا ننزل. يلا اقعدوا بالعافية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.